معنا الآن المحامي مروان عياصرة رئيس بلدية المعراض، وهو يرتدي لباس حماة الوطن، لباس الميدان، وهو في الميدان أول المشاركين في حملة إحسان وتحسين ساكب. ليحدثنا عن هذا اليوم الوطني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بدأت هذه المبادرة بمشاركة فاعلة من مختلف شباب ساكب الطموح والغيور. مبادرة اسمها مبادرة تجميل ساكب. كانت مبادرة من مختلف الشباب على اختلاف القطاعات الشبابية. كانت المبادرة من مؤسسات المجتمع المدني كداعمين لهذه الفكرة، رحبوا بها، وشارك فيها مجموعة من الشباب أيضا ومجموعة من الأهالي المنطقة وعلى اختلاف المؤسسات والقطاعات. والمجلس البلدي لم يكن رائدا بهذه الفكرة، وإنما هو مرحبا بهذه الفكرة وداعما بشكل جزئي، لأن هناك مجموعة من الدعم كانت مقدمة من الأهالي ومن المحلات التجارية والقطاعات والمؤسسات المجتمع المدني الموجودة في ساكب. نتمنى أن تكون هذه البادرة الأولى في منطقة ساكب، لننطلق أيضا إن شاء الله تعالى رسالة تم توجيهها خلال لقائي بأعضاء المجلس البلدي في المرحلة القادمة، لتنتقل إلى بقية المناطق في المعراض. وسوف يكون إن شاء الله تعالى بعد استكمال كل مناطق المعراض اللي هو تعايش اجتماعي على المستوى النظافة، يشارك فيه مجموعة من شباب كل منطقة حتى نزور كل منطقة ليكون هناك ألفة اجتماعية وشعور بالهم الوطني والهم العام. وسوف تكون هناك مبادرة أيضا إن شاء الله تعالى قريبة في الوقت القريب، لنوصل رسالة مبادرة أسميناها مبادرة ثقافة سلة المهملات. سوف نصل إلى البيوت من خلال طلاب المدارس، لأنه لا يوجد هناك بيت يخلو من طالب في المدرسة. نرجو من الجميع المساعدة، ونعول على شباب المنطقة وشباب المعراض بشكل عام أن يكونوا داعمين أيضا، ونعول على الأهالي أنهم يتعاونوا معنا في الأيام القادمة على أن تكون هذه الحملة دورية وبشكل مكثف إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة، استعدادا لفصل الشتاء، وحتى نتمكن من عمل صيانة لأقنية المياه، لا سيما وأننا في منطقة مرتفعة جدا، وفيها يكون منسوب الثلج فيها عالي ومنسوب المياه فيها عالي. نشكر كل من ساهم في هذه المبادرة، ونشكر جهات الصحافة التي شاركت، ونشكر جميع القطاعات الشبابية التي شاركت، وإن شاء الله تعالى سوف نكون لهم داعمين وراعين باستمرار بأمر الله. وشكرا لكم جميعا. الله يعطيك العافية. شكرا للمحامي مروان عياصرة. هذا عضو بلدية المعراض الشيخ محسن، أيضا يقود الجرافة بنفسه ويشرف على عملها بنفسه. معكم غسان عياصرة لمشروع الأردن الأخضر.